نفسك تعملي لقمة القاضي أو الزلابية زي بتاعة العربيات بتاعة الشارع وتطلع معاكي ناجحة ومن أول مرة وتطلع كريسبي ولونها دهبي بالشكل اللي انت شايفاه ده. لا وكمان ايه نحط عليها الصوصات علشان ندلعها ونخليها زي بتاعة عربيات الشارع بالظبط. تعالي بقى واسمعي الفيديو للآخر وركزي فيه كويس جدا علشان هقولك على أسرار محدش ذكرها قبل كده بالنسبة لنجاح لقمة القاضي أو الزلابية. حاجة هتخليها تطلع كريسبي ومقرمشة زي ما انت شايفة كده، وكمان هتخليها لا تشرب زيت ولا كمان ممكن ان هي تعجن معاكي. وكمان هقولك ازاي تختبر العجينة بتاعتك قبل مرحلة القلي، يعني ازاي تعرفي ان كانت مظبوطة ولا لا. لو انت مهتمية تعرفي التفاصيل والاسرار يبقى الفيديو ده ليكي ان شاء الله. ولو اول مرة تشوفيني وتحبي ان انت تتابعيني ففعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل اشعار بكل فيديو جديد ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واول حاجه نحضرها معانا شربات الحلويات. نبدا الاول كده معانا بكوبايتين من السكر، وبعد كده كوبايه ونص من الميه. بعد كده هنحتاج معانا عصير نص ليمونه، او ممكن تستبدلي الليمون بذره كده بسيطه من ملح الليمون. بيمنع الشربات بتاعنا ان هو يسكر وكمان يحفظه لوقت طويل. بعد كده اضيف معانا باكت من الفانيليا. بصوا بقى انا مش هحرك قوي، انا بس بلم الجوانب بالشكل ده، وحركت السكر حاجه بسيطه. بعد كده هاخده احطه على النار بتاعتي تكون على قد القاعده بتاعه الحله، يعني بلاش نحطها على النار تكون مرتفعه قوي عشان ما يتحرقش السكر بتاعنا. على النار هيستمر معانا 10 دقايق وكده يكون جاهز الشربات بتاعنا ويسيبه يبرد. ودلوقتي تعالوا نحضر الوصفه بتاعتنا لقمه القاضي او الزلابية زي ما بنقول. نضيف معانا كوبايتين من المية بتاعتي تكون دافية شوية، وبعد كده هضيف 10 جرام من الخميرة الجافة، وبعد كده 10 جرام برضو من السكر، وبعد كده هقلبهم كلهم مع بعض بالشكل ده. اما دلوقتي هنضيف المواد الجافة بتاعتنا. اول حاجة هنضيف معانا 3 كوبايات ونص من الدقيق. الكوباية بتاعتي تكون ممتلئة بالشكل ده. وتعالى أقولك بقى على السر الأساسي جدا في نجاح لقمة القاضي أو الزلابية، هي كربونات الصوديوم. دي بتخليها تنتفخ من جوه والكمية بتاعتها تزيد أكتر، وكمان يخليها ما تشربش معاكي زيت وتبقى فيها قرمشة كده جميلة جدا. وابتعدي تماما عن البيكنج باودر لأنه ضعيف مع لقمة القاضي. فاحنا هنا هنحتاج معانا نص معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وبعد كده هنحتاج نص معلقة صغيرة من الملح. تمام لحد كده. هبتدي ان انا اقلب كله واخلطه مع بعض بالشكل ده. وزي ما قلت لك كربونات الصوديوم مهمه جدا جدا، افضل بكتير من البيكنج باودر، هتجيب معاكي نتيجه ممتازه، وهتتفادي تماما مشكله ان هي ممكن تكون معجنه من جوه. اما بعد كده هنضيف معانا 3 معالق كبار ممسوحه من النشا، وده هو اللي بيخليها كريسبي كده وتحافظ على القوام بتاعها لوقت اطول. حتى لو باتت معاكي هتدي نفس النتيجه الممتازه. بص بقى للخطوه دي، انا هنا برب العجينه بتاعتي، ده مهم جدا الخطوه دي. انا هنا محتاجه ان انا ادخل الهواء، وتعملي بنفس الخطوات دي بالظبط، تربي بالطريقه دي. مش هتستعملي المضرب، ممكن تستعملي ايديكي، مفيش اي مشكله خالص. وهوريكي دلوقتي هتستعمليها ازاي. بصوا بالطريقه دي برب كده علشان ادخل الهواء جوه العجينه بتاعتي، وزي ما بنقول كده اكون انا خدمت العجينه بتاعتي صح. يعني ايه؟ يعني اديت حقها في الخلط بتاعها. تمام. الخفق بتاعي يستمر لمده ايه؟ هي تقريبا هي دقيقه بس مش اكتر من كده. انا مش محتاجه ان انا اعجن فيها قوي يعني. بصوا كده دي نتيجة الخفق اللي أنا عملته، ودخلت الهواء جواها بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت إن أنا أنشط العجينة بتاعتي. تمام. أما هنختبر العجينة بتاعتي مكوناتها صح ولا لأ، فأمسكها بالشكل ده ونزل منها كورة. لو نزلت على طول يبقى هي محتاجة معايا دقيق. لو تمسكت كده شوية يبقى هي كده مظبوطة معايا، أنا كده شفتها إن هي مظبوطة. خلاص هي كده مش محتاجة دقيق، أغطيها بقى وأسيبها لحد لما تختمر معايا. واهم مرحله في نجاح لقمه القاضي بتاعتي ان انا لازم اسيب لها وقت كده، يعني اديها حقها في التخمير. لازم ترتفع معايا ضعفين الحجم بتاعها. زي ما انتم ما شايفين كده تضاعفت الحجم بتاعها مرتين، ودي اهم حاجه بالنسبه لنجاحها. وتعالوا بقى في المرحله دي عشان نبتدي ان احنا نقلي لقمه القاضي بتاعتنا. هنحتاج كوبايه نضيف فيها حبه زيت كده صغيرين، وهجيب المعلقه اللي انا هستعملها، هي دي المعلقه اللي انا هستعملها في القلي بتاعي، او اي معلقه عندك عاديه مفيش اي مشكله، زي معلقه الشاي اللي احنا بنستخدمها الصغيره. بصوا كده ببتدي ان انا اسقط المعلقه بتاعتي دي في الزيت شويه، وبعد كده بالمعلقه التانية اغرف العجينه بتاعتي وانزلها عليها كده، بتنزل في منتهى الجمال، وكلها بيبقى حجم واحد زي ما انتم شايفين كده.
ومنساش طبعا ان كل ما انزل كل واحدة والتانية ابتدي اخد المعلقة بتاعتي اغطسها في الزيت علشان تفصل معايا العجينة. وطول ما انا حاطه لقمه القاضي في الزيت لازم اقلبها بالشكل ده. والزيت عندي اراعي ان هو ما يبقاش عالي قوي، يعني لو حسيت ان هو سخن معايا قوي كده هبتدي ان انا اهدي النار عليه شويه. تمام. وكل قليه والتانية اهدي النار شويه عشان الزيت ما يسخنش معايا قوي ويحرقها معايا. بصوا كده انا ببتدي ان انا انزل لقمه القاضي بتاعتي بشمعها، بس يعني ايه بشمعها؟ بديها طبقه بس كده من التحمير خفيفه جدا. بمجرد ان انا اول ما بنزلها والاقيها ترتفع للسطح كده، هي كده بتبتدي ان هي تتشمع معايا، اديها التقليبه والتانية زي ما انتم ما شايفين، واصفيها من الزيت وتكون عندي المصفى جنبي كده علشان انزل عليها على طول. خلاص طبعا لقمة القاضي بتاخد لها مرحلتين في التحمير. دي كده احنا بنعمل المرحلة الأولى. هبتدي أنزل كل وقت والتاني واحدة تانية والتانية لحد لما أخلص كل الكمية اللي عندي. وأراعي في المرحلة دي إن الكمية اللي أنا باطلّعها ما أحطّهاش مباشرةً على اللي أنا طلّعته الأولاني، يعني أوزّعهم كده على الجوانب في المصفى بتاعتي عشان أدّي فرصة للي تحت إن هو يتهوى ويبتدي يبرد، علشان أول طبعًا ما يبتدي إن هو ياخد حرارة الجو اللي هي العادية، بتساعد جدًا على إن هي تدّيها القرمشة والكريسبي بتاعها. بُصّوا بقى هابتدي إن أنا آخد بقى المرحلة الأخيرة من التحمير، ديّة التحمير التانية. هانزّل كده الحبّة الأولانيين اللي أنا كنت حمّرتهم الأول وشمّعتهم، هابتدي أنزّلهم دلوقتي، هادّيهم كده تقليبة والتانية تاخد اللون الدهبي، وهنشوف مع بعض واحدة واحدة الدرجة بتاعة اللون هتبقى عاملة إزاي. بُصّوا أنا ما باسيبهاش خالص، تقليب مستمر عشان كلّها تاخد نفس اللون. وهانزّلها كده في الشربات الحلويات اللي إحنا عملناه، ديّة الكمية الأولى اللي أنا طلّعتها، أنا هاعمل بقى كذا نوع من لقمة القاضي بتاعتنا، تمام كده؟ وعايزة أقول لِك كمان إن شربات الحلويات لازم يبقى تقيل زي ما إحنا ما عملناه. تمام. ولو عايزة الشربات بتاعِك يبقى حلو أوي، يعني يا ريت إن أنتِ تكوني حاطاه في التلاجة قبلها بيوم، هيتقل معاكِ ويبقى حلو أوي. بُصّوا كده ده اللي أنا نزّلته في شربات الحلويات، بُصّوا عاملة إزاي ما شاء الله اللهم بارك، مفرّغة من جوّه زي ما أنتم ما شايفين كده، وكريسبي جدًا. وعلى فكرة لمّا قعدت لتاني يوم كانت جميلة أوي، أوي، يعني ما اتغيّرش الطعم بتاعها ولا حصل لها أي حاجة، ما شاء الله ممتازة والوصفة بتاعتها حلوة جدًا. سامعين الصوت كان كريسبي إزاي؟ الوصفة بتاعتي ناجحة جدًا ما شاء الله. أمّا لو كانت الوصفة غير ناجحة، فأنتِ بمجرد إن أنتِ تنزّليه في شربات الحلويات، كنتِ تلاقي كل قطعة منها كانت طريت جدًا وجلّدت كده ولزقت في بعضها. بس ما شاء الله الوصفة ناجحة جدًا زي ما أنتم ما شايفين، وعملتِ كمية كده حلوة أوي، هندلّعها بقى وندّيها للأطعمة كلّها. ونراضي جميع الأذواق، وهادّيكِ أفكار كده، يعني ممكن أول واحدة كده هابتدي إن أنا أضيف عليها صوص شوكولاتة بالشكل ده. الشوكولاتة اللي هي العادية بتسيحيها على حمام مائي أو في الميكروويف لحد لمّا تسيح بالشكل ده وتنزّليه عليها على طول. أمّا عن الطبق التاني فأنا اخترت إن أنا أضيف عليه صوص الكراميل، ادّاها طعم حلو جدًا. يالّا أنزل عليها كده بصوص الكراميل بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. ما شاء الله شكلها جميل جدًا وكان طعمها حلو أوي صوص الكراميل. أمّا دلوقتي بقى فيالّا نشوف الطبق التاني هنعمل فيه إيه. الطريقة اللي هي المعتادة اللي هي القديمة، هنرُش عليها سُكّر بودر بالشكل ده. وما شاء الله ال4 بصراحة طلعوا في منتهى الجمال، وكده تكوني قدّمتيها بنفس الطريقة وبنفس الشكل عربيات الزلابية اللي بتكون في الشارع. بُصّوا ما شاء الله، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، شكرًا والسلام عليكم.